بداية، وما إن تفتتح فترة انتقالات اللاعبين في أوروبا حتى يصبح النجم الجزائري رياض محرز الأكثر جدلا، حيث يرتبط اسمه بأندية كبيرة تسعى للتعاقد معه، لكن في آخر المطاف تشفل الصفقة ويضطر للبقاء في ليستر سيتي، وهو ما جعل الجماهير الجزائرية تربط ذلك بسوء الطالع وبحتمية أن يخضع أيضا للرقية. التقرير لوليد معمري. من أراد الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، حكمة تنعكس طبقا على وضعية الدولي الجزائري رياض محرز، الذي ما إن تفتتح فترة الانتقالات في أوروبا حتى يصبح بلا منازع اللاعب الأكثر جدلا، فتتفنن وسائل الإعلام في ربط اسمه بأندية كبيرة على شاكلة تشيلسي، ليفربول، أرسنال وبرشلونة. لكن في آخر المطاف لا صفقة ولا انتقال ولا هم يحزنون. كل ما في الأمر أن الجزائريين يتمنون. محرز هو محترف، يعرف الشيء اللي لازم يقدمه، وحنا نتمنوا له ان شاء الله النجاح في الفريق تاعو ويتألق اكثر واكثر. عليه بالرقية الشرعية، سوء الطالع يلازم محرز. هكذا تفاعل الجزائريون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وضعية نجمهم الأول. كيف لا والقلوب تخفق مع افتتاح كل ميركاتو لرؤيته مع ناد كبير. سفرية محرز، تصرفاته ورسائله المشفرة كثيرا ما تزيد الوضعية غموضا، سيما وأن اللاعب يعزف عن التصريح، وهو ما يزيد من الشكوك ويفتح باب التأويلات. القضية ليست قضية رقية كما يتابعها الجمهور الجزائري، أو كما يقال أنه قضية حظ بالنسبة لرياض محرز. لو كان الحظ لما كان رياض محرز الشاب الذي تكون في الشوارع يجد نفسه أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي. ولو كان قضية رقية، أظن أنه في كرة القدم هذه الأمور في أوروبا بعيدة كل البعد عن السحر أو الرقية. أظن أن القضية متعلقة بدرجة أولى، متعلقة بوكيل أعمال هذا اللاعب الذي. مسلسل محرز إلى أين؟ فهل سنشهد الحلقة الأخيرة في هذا الميركاتو الشتوي، أم أن النجم الجزائري كتب عليه البقاء في ليستر سيتي؟